البلاطه دي سامعين صوتها بتطبل ازاي؟ هقول له يا ابو عمر البلاطه بتطبل. لا ده انا هشيلها لك يا شيخ وهركب لك غيرها. وجيت بعد كده لقيته عاملها لي بالاسمنت الابيض وخلاص. ايه يا ابو عمر؟ يا شيخ ما انا سالتها اسمنت ابيض وظبطتها. غير ان المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده ميه واقفه اهيت. شايفين الميه؟ اهي ميه، بركه ميه نربي فيها شويه بط وفراخ، تسقيه. يعني ده كده شغل تسقيات. والكابينه نفس الحكايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه طبعا انتم مش متعودين ان انتم تشوفوني في فيديو اطلع اتكلم فيه بالطريقه اللي هتشوفوها النهارده، ولكن غصب عني الشخص اللي انا اتعاملت معاه هو اللي اضطرني ان انا الجا لكده او ان انا اتعامل لكده. الشخص اللي انا بتعامل معاه المفروض ان الشقه ديت معايا في امانتي، تشطيبات سيراميك وسباكه وتكسير وكل حاجه في ايديا، تمام. والحمد لله اي صنايعي اتعامل معايا سواء من سنه، من 2، من 10، من 20، مفيش صنايعي انا جبته في شغلي وزعلته في اي حاجه، تمام، ولا باخد من ورا الصنايعي حاجه. المهم ابو عمر اللي انتوا شايفينه في الصوره في الجنب ده هو الشيخ ناصر من جنزور بركة السبع. الشيخ ناصر الناس شكرت لي في اخلاقه وفيه، فقلت خلاص توسمت فيه الخير والناس بتشكر في صنعته، يبقى ما فيش مشكله، يبقى هو ده اللي انا عايزه، يعمل لي حاجه نظيفه. باختصار كده هحاول اختصر عليكم واوري لكم حالا منظر يوجع القلب. احنا صرفنا في الجزء ده اللي هوريه لكم حالا المطبخ والحمام ما يقرب من حوالي 100,000 جنيه، يعني ما يقرب من 100,000. فطبعا احنا صرفنا المبلغ ده عشان كنا بنعالج مشكله قبل كده ان كان في تسريب ميه وكان في تسريب سباكه، فكسرنا كله وشلنا كله، فورنا سيراميك وارضيه وكل حاجه عشان نعالج المشكله اللي كانت موجوده في الشقه. نقوم دلوقتي اسلم الشقه وهي فيها مشكله زي اللي كانت موجوده، يعني ما ينفعش طبعا. اولا الناس امنتني وانا ماسك الشغل تشطيبات، فما ينفعش ان انا اسلم الناس حاجه انا مانيش راضي عنها، وما ينفعش ان انا اقعد فيها، يعني انا شخصيا ما اقدرش اقعد فيها. المهم الشيخ ابو عمر اتفقت معاه المتر ب 35 جنيه زي ما كل الناس ماشيه في السوق. قلت له انا عندي حمام ومطبخ. قال لي خلاص يا شيخ هنعمله لك ب 35 جنيه. قلت له ما فيش مشكله. طب تيجي تشوف الشغل عشان تشوف هتحتاج سيراميك قد ايه، هتحتاج رمل قد ايه، هتحتاج اسمنت قد ايه. طب سيبني النهارده، طب بكره، طب بعده. المهم بعد فتره خلاص بقى هيشتغل، جه شاف الشغل، تمام. اول ما دخل قال لي معلش يا شيخ البنديره هتعلى شويه. قلت كده البدايه بتاعتنا مش كويسه، انت المفروض اتفقت معايا وخلاص، يعني الكلام منهي. قال لي البنديره بتاعتنا هتعلى شويه. قلت مش مشكله عادي. المهم يا ابو عمر اي حاجه انت عاوزها انا تحت امرك، بس في سبيل ان رقبتي تكون طويله قدام الناس، في سبيل ان انا اخد شغل محترم. والموضوع كله مطبخ وحمام، مش ريسبشن 30 40 متر ولا 50 متر ولا حاجه، لا ده مساحات صغيره. يعني عندنا المطبخ 16 متر، عندنا الحمام حوالي 10 متر، يعني مساحات صغيره خالص، حاجات مش كبيره يعني. قال لا هسلمك شغل مفيش ولا كلمه. قلت له مفيش مشكله، بس اعمل حسابك مفيش بني ادم هيجي يجيب لك كوبايه ميه. قال لي يعني يا شيخ ما هتديني اكل كل يوم؟ قلت له لا مش هديك، احسب حسبتك. والله العظيم يا جماعه اقسم برب الكعبه ان ده الكلام اللي حصل بالنص وبالحرف. انا عايزكم انتوا تشوفوا الفيديو وتكملوه وتحكموا في الاخر. قلت له احسب حسبتك وقول لي انا عايز كام او هتعمل لي المتر بكام. فقعد يحسب وياخد ويدي مع نفسه. قال لي خلاص يا شيخ انا حسبتها هنزود كمان 5 جنيه. احنا كنا متفقين ب 35. اول ما وصل هنا خلاهم 40. وبعدين قلت له مفيش ولا اكل ولا شرب هجيب، وانا مش فاضي ان انا اجيب لك اكل وشرب كل شويه. خليناهم كام؟ 45. قلت له على بركه الله اشتغل. المهم يا ابو عمر الشغل يطلع كويس، انا اهم حاجه عندي الشغل. لو حتى يعني
يعني انا عامه الناس اللي اتعاملت معايا من زمان سواء في بيتي او في بيت اي حد من العملاء، لو هدي قد حقه مرتين بس اخد الشغل اللي انا مبسوط منه، اللي محدش يتكلم ورايا في حاجه. تمام. طيب جينا يا جماعه، اول ما اشتغل يوم واحد او يومين رجع قال لي معلش يا شيخ ابراهيم بس في حاجه عايز اقول لك عليها. قلت له اتفضل قول. قال لي معلش بس اخويا لما جه يشتغل وشاف الشغل قال لي ان هي هتخسر معاك ومحتاجين ان احنا نزود كمان 5 جنيه عشان اسلمك بقى شغل. مفيش ولا كلمه. بص مش هتلاقي احسن من كده، المره دي اخر مره. قلت له يا ابو عمر اللي انت بتعمله ده ما ينفعش مع زباين. يعني انا صنايعي زيك ماشي، انما اللي انت بتعمله ده قسما برب المعبود لو صاحب الفيديو بيتفرج على الفيديو حالا ما يعرف الكلام اللي انا بحكيه ده خالص. يمكن اول مره هيسمع الكلام اللي انا بحكيه ده دلوقتي. قلت له يا ابو عمر اللي انت بتعمله ده ما ينفعش مع زبون. انت اديت كلمه ولما جيت هنا اديت كلمه تانية ورجعنا قلنا كلمه تانية ورجعت بعد ما مشيت اديت كمان كلمه ودلوقتي بتقول كمان كلمه. فما ينفعش، احنا مش صغيرين عشان نضحك الناس علينا. المفروض انت اتفقت خلاص الكلام منهي بقى، وزودتك مساحه ان انت تزود عشان لو انت مثلا مظلوم او الشغلانه خانتك، لا انا مدي لك مساحه ان انت تاخد راحتك فيها. تمام. قال لي معلش يا شيخ المره ده اخر حاجه، يبقى كده 50 واظبط لك الدنيا. قلت له ماشي يا ابو عمر، برضه في سبيل ان انا اخد منك شغل ما فيهوش ولا كلمه، سلمني شغل محترم وانا عينيا الاتنين ليك. قال لي لا هسلمك احلى شغل. قلت له حاضر ماشي يا ابو عمر. طيب جينا يا جماعه مفيش، قبل ما يخلص راح مكلمني تاني. ركزوا معايا يا جماعه، راح مكلمني تاني. يعني دي اصول ما تنفعش في الصنعه نهائي، اكنك بتتعامل مع عيل صغير. يعني معلش مع احترامي ليك ولسنك، انا كده كنت بتعامل مع عيل صغير وانا ما فهمتش كده من الاول. ان انت كل شويه تقعد تزود 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 وانا اقول لك ماشي، مفيش حد بيطوع حد كده، بس كله في سبيل ان انا خلاص اتغرست في حاجه لازم انا اسد فيها وعايز اطلع حاجه نظيفه. تمام. لان انا من طبعي وكعادتي زي ما انتم عارفين ان انا بحب اطلع الحاجه سواء في شغلي في الدهانات او في اي حاجه في ايديا، حتى لو هوصلك مشوار لازم انا اوصلك للمنطقه اللي انت رايحها. لو انت قصدتني في مشوار مش هينفع اسيبك في نص السكه واقول لك كمل انت. تمام. لقيته بيقول هنزود 5 جنيه كمان، والمره دي بقى اخر حاجه يا شيخ هظبط لك الدنيا ومش هتلاقي احسن من كده. انا طبعا في الموقف ده انا بقيت يعني بقول ايه اللي انا عملته في نفسي، ايه اللي انا جبته لنفسي ده. انا عمري في حياتي ما اتعاملت مع حد وعمل معايا كده. انت عمال تزود 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 وانا اقول لك ماشي، ما بقولوش ماشي ان انا يعني خلاص اللي انت عايزه، لا ماشي يعني المهم ركز في شغلك، ما تركزش في الفلوس. ركز في شغلك عشان خاطر تطلع لي حاجه كويسه، والفلوس اخر حاجه استبعدها. انا هديك اللي انت عايزه، عمري ما هطلعك من عندي محتاج اي حاجه، ولا عمري ما هطلعك ان انت مثلا تكون زعلان في حته الفلوس ديت. اركنها على جنب. والحمد لله كل الناس اللي اتعاملت معايا، المطبخ ده اللي ورا ده لسه واحد عامله حالا انا برضه اللي كنت جايبه الراجل، والحمد لله فلوسه خلصانه. اقسم برب المعبود ورب العزه ان المطبخ ده اتعمل وركب وصاحبه لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها ديت ما خدش جنيه مني. طب ازاي في حد بيعمل كده؟ لان هو عاملني وعارف ابراهيم على ايه، وعارف ان انا كلمتي معاه واحده. والله العظيم ورب الكعبه ان هو خلص المطبخ ده الموتيل وركبه باكسسواراته بحاجته، ولحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها حالا ما خدش ولا جنيه، لان فيه ثقه بينا، في تعامل قبل كده. لكن الراجل ده ابو عمر كانت اول مره اتعامل معاه، وللاسف خيب ظني وخيب ظن ناس كتير وقطع برزقه. يعني هو انت قطعت برزقك، انت تفكر ان انت كده ناصح او انها شطاره منك. لا هي مش شطاره منك ولا اي حاجه. اصل احنا الحمد لله طول عمرنا في السوق وربنا جعلنا اسباب لبعض. المهم جينا يا جماعه دلوقتي عشان ما اطولش عليكم، اشتغلنا. اللهم صل على النبي. قلت له خلاص يا ابو عمر اشتغل، واللي انت بتعمله طبعا ما ينفعش يا ابو عمر.
يعني انا ازاي اقول للزبون؟ انا ما اقدرش اقول للزبون ان انا اتفقت مع الراجل ب 35 ورجع 40 ورجع 45 ورجع 50 ورجع 55. انا الراجل ما اقدرش اقول للزبون كده. وانا بقول لكم لو صاحب الفيديو بيتفرج على الفيديو حالا، لو صاحب الشقه والله ما يعرف الكلام ده لحد اللحظه ديت. بس انا كان كله في سبيل ان انا استلم شغل حلو وخلاص. انا اتغرست مع واحد وهي مره بقى وتعدي، فانا عايز اعديها بقى زي ما تعدي. طيب جينا بقى في الاستلام. جيت بصيت مره على الشغل، لقيت فيه سيراميك مطبل ولقيت فيه عيوب كتيره في الحيطه. فقلت ماشي مش مشكله، اللي في الحيطه خلاص انا هعديه. ما هو انا خلاص انا كده عرفت المستوى اللي قدامي. بس اهم حاجه عندي الارضيه، ارضيه الحمام بالذات دونا عن اي حاجه في الشقه. ما ينفعش ان انت تخش الحمام بتاعك تلاقي في قلبه ميه، او ان انت تخش تشمر رجليك، او ان انت كل ما تتوضا او تغسل وشك تقعد تمسح بالمساحه. خاصه ان احنا صارفين ومتكلفين، وخاصه ان انا اديتك اللي انت عايزه مقابل ان انت هتديني شغل محدش يتكلم وراه في كلمه. يعني انت زودت 20 جنيه في المتر مقابل شغل انا هاخده محدش يتكلم وراه في حاجه. تمام؟ طيب قلت خلاص اللي في الجدران انا هعديها مش مشكله. نيجي بقى الارضيه. ما ينفعش ان انا اخش الارضيه الاقيها كده. اتصل عليا وقال لي خلاص احنا خلصنا ومش عارف ايه وكده. قلت له طيب يا ابو عمر انت دلوقتي جيت مش هنحط ميه ولا هنحط اي حاجه، ما طبعا لسه مخلص الارضيه، فالارضيه طريه. طب انا يا ابو عمر محتاجين نحط شويه ميه عشان نشوف الميل. قال لا يا شيخ ده انا عامل لك ميل جامد وكسر لك الميل ومظبط لك الدنيا، مفيش ولا اي حاجه، واطلب ميه براحتك واعمل اللي انت عايزه براحتك. خدت من لسانه ومن ثقتي ان انا بتعامل مع راجل، وخلصت له حسابه على داير مليه. جه قال لي بص يا شيخ الماكينه ده هي بس ده هي بتركب بالقطعه. قلت له ما انا عارف يا ابو عمر، انت مزود 20 جنيه في المتر، عندنا 118 متر، يعني انت مزود اكتر من 2400 جنيه. مش هتكلمني في حته العود الذهبي ده يعني. طب يا ابو عمر انت كانت مسجل لي 300 جنيه شاي وسكر في سير 5 6 ايام ولا في 7 ايام. ليه؟ هو انت كنت بترمي خرسانه؟ يعني انت مثلا اللي قدامك ده اهبل؟ انا عارف ان انت مبالغ في الموضوع قوي، مع ان انا قايل لك من الاول محدش هيجي لك ولا هيجيب لك كوبايه ميه. يعني المفروض ولا لك عندي شاي ولا سكر ولا لك عندي اي حاجه، انا قايل لك احسب حسبتك وقول لي المتر بكام. تمام؟ وانت حسبت حسبتك وقلت لي المتر بكذا. تيجي في الاخر تاني تقول لي 300 جنيه شاي وسكر، عديتها. طب انت دلوقتي بتقول لي الحته ديت بتركب بالقطع. خلاص شيل ال 300 جنيه بتوع الشاي والسكر حطهم في دي، مفيش مشكله. انت قلت لي احسبها 300 جنيه خليهم بتاع الشاي والسكر. تمام؟ انا قلت خلاص يعني 300 جنيه شاي وسكر ايه اللي يخلصوا في 7 8 ايام. يعني ما انا راجل صنايعي وبجيب شاي وسكر في شغلي، وعمري ما قلت للزبون هات لي شاي وسكر، عمري. بس ماشي يعني ايه، خلاص بقى يعني هي بجمله تعدي وخلاص. طيب وبعدين كلها حاجات هايفه ما تتكلمش فيها. ده احنا مزودين 2500 جنيه، حاجه اتكلم في 300 جنيه مش معقول يعني. نيجي بقى يا جماعه بقى المهم، نستلم الارضيه بعد ما هو مشي، بندلق شويه ميه كده واحنا شغالين. هتفاجئ بالمصيبه بقى اللي قدامي، المصيبه اللي هتخليني ادفع فلوس من جيبي. وكلمت ابو عمر، يا ابو عمر تعالى. طبعا لو قلت له في عندي عيب في الشغل مش هيجي، زي ما هو حالا مش عايز يجي ومش عايز يدفع فلوس، وانا هدفع الفلوس من جيبي. فكان ادبا ليا ان انا جبتك يا ابو عمر تاكل عيش وتبقى مصلحه ليك ولعيالك ولي انا كمان. انت بتعلمني الادب ان انا ادفع من جيبي، ما فيش مشكله هدفع من جيبي ولا يشغلني، رغم ان الزبون متقبل الوضع، بس انا مش متقبله. حرام عليا، هنام ازاي وانا مش مسلم الشقه بالمنظر ده؟ هنام ازاي واحط دماغي على المخده ازاي وانا داخل الشقه ديت من البدايه منول التكسير والطين والقرف اللي كان موجود واحنا جايين نعالج، وفي الاخر اقول له استلم شقتك بالوضع ده؟ ما اقدرش والله. لو هحرم عيالي من الاكل ولازم اصلح له شقته واسلمها له زي ما انا اسلمها لشقتي، اكون انا مبسوط منها. تمام؟ طيب جينا بقى يا جماعه ايه،
تعالى يا ابو عمر، انا عندي الصاله اللي هي ديت، انا طبعا لسه في شغال في الشقه اهوت، بنصنفه وبنمعجن وبنظبط الدنيا زي ما حضراتكم شايفين. فقلت له تعالى خد لي الصاله ديت كعبها لي عشان ايه نشوف مقاساتها مظبوطه. طبعا الراجل ما كدبش خبر وجه جاي. لو انا وحش معاك يا ابو عمر ما كنتش هتيجي جاي تاخد مقاس الشغل الجديد، انما الحمد لله انت شفت المعامله وشفت الاحترام كان ماشي معاك ازاي فجيت جاي. لو انا كنت وحش عمرك ما كنت هتجيلي تاني. احنا كصنايعيه كده، الزبون الوحش بقفل بابه واشيله من دماغي، خلاص هي مره وراحت لحل، وهيلف لفته وهيجيلي تاني، اما يجرب غيري هيرجع لي تاني. بس خلاص هبقى انا علمت في دماغه وعارف. فانا عشان كنت جدع معاك وكنت رجوله معاك، ويمكن انت مش متعود على معامله الرجاله، فانت جيت جاري مفيش مشكله. لما جه قلت له الناس مبسوطه منك، قسما بالله اللي انا بحكيه لكم ده بنفس اللفظ. قلت له الناس مبسوطه منك قوي وعايزين رقم تليفونك. السباكين كانوا موجودين. قال والله طب ماشي ومش عارف. قلت له خش يا باشا اتفرج على الشغل ده. شغل اسلمه للزبون؟ ده الشغل اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا زودنا في المتر 20 جنيه، يعني 2500 غير ال 300 جنيه بتوع الشاي والسكر. ده الشغل اللي احنا زودنا فيه عشان خاطر استلمه بالوضع ده. طيب اوريكم بقى ايه الليله، وانتوا يا جدعان احكموا، عشان هو دلوقتي هقول لكم ايه اللي حصل تاني. عندنا البلاعه ديت بتاعه المطبخ اللي هو ده. الميه بقت تيجي هنا تمشي كده وتلف في الطرقه وتخش على الحمام. يعني تمشي في الطرقه دي طوالي كده وتخش على الحمام، ماشي مفيش مشكله عادي. نيجي بقى هنا بقى للكارثه. انا فاتح ميه من شويه من قبل ما اسجل الفيديو، اتفرجوا شايفين الميه واقفه ازاي؟ ميه واقفه والبلاعه فين؟ شايفين الميه فين؟ الميه في نص الحمام اهي شايفين الميه اهي، ميه صوابعي غرقانه فيها. شايفين شغل الشيخ ابو عمر، الشيخ ناصر ينفع؟ اللي في الاخر بيقول انا عيل ومش هقعد في قعده رجاله. شايفين؟ شفتوا الميه اهي شايفين الميه واقفه ازاي في الحمام؟ ادي الحمام اللي احنا مكسرينه عشان نعالج عيب قبل كده. الميه واقفه بعيد عن البلاعه بمتر. وقول لي ده المشكله في البلاعه، هات لي بس كرتونه وانا هكسر لك حوالين البلاعه واغير لك ونوطي البلاعه فهتسحب الميه. طب نيجي هنا كده، البلاعه بسوى السيراميك تمام. ادي الميه واقفه اهيت، الميه اصلا واقفه هناك اهيت. انت فين والبلاعه فين؟ عندنا هنا حوالي 15 سم، وعندنا البلاطه ديت 60 سم ماشي. يبقى احنا كده بعدنا عن البلاعه بكام؟ بعدنا عن البلاعه بحوالي 70 سم، ولسه الميه هنا اهيت اهي. يعني بعدنا عن البلاعه ادي 60 وال60 120 وكمان 15 سم، يبقى 135 سم بعيد عن البلاعه تمام اهي. ويقول لك اصل المشكله في البلاعه، هات لي كرتونه وانا هكسر البلاطه ديت واغير لك البلاعه ماشي. طيب نسيبنا من ديت، نيجي بقى هنا كابينه الشاور. كابينه الشاور كلها متر و50 في متر، وعندي بلاعه مسطره تمام. الاقي الميه واقفه لي هنا، ينفع؟ يرضي ربنا؟ ده يرضي ربنا يا جدعان؟ يرضي ربنا الميه تقف في الكابينه كده والبلاعه هناك اهيت اهي. الميه دي واقفه بقى كده يجي دخلت في نص ساعه اهي، ولو قعدت للصبح مش هتروح على البلاعه اللي هي ديت. طب ليه يا ابو عمر؟ ولما جه يقول لي اصل انا اول مره اركبها، مع ان انا لما قلت له في الاول قال لي احنا مركبينها كتير تمام. ينفع كده يا جدعان الحمام بالمنظر ده والمعجنه ديت؟ ان كان ده يرضي ربنا انا معاكم، انا ما فيش اي مشكله، اللي انتوا تحكموا بيه انا معاكم. ادي الكابينه اللي صارفين عليها وصارفين على يعني الحمام متكلف
زي ما انتم شايفين، ما احناش عاملين حاجه ماشيه حالك. وجايب له سيراميكا ارض من المظلوم، انضف سيراميكا، يعني جايب له حاجه غاليه مش جايب له حاجه رخيصه. نيجي هنا البلاطه ديت، البلاطه دي سامعين صوتها بتطبل ازاي؟ هقول له يا ابو عمر البلاطه بتطبل. لا ده انا هشيلها لك يا شيخ وهركب لك غيرها. وجيت بعد كده لقيته عاملها لي بالاسمنت الابيض وخلاص. ايه يا ابو عمر؟ يا شيخ ما انا سالتها اسمنت ابيض وظبطتها، غير ان دي اعلى من دي. شايفين الفرق؟ يقول لك اصل العيب في السيراميكا مطفيه، اصل هي كبيره، اصل هي مش عارف ايه. طب ازاي؟ يعني انا بقدم الزبون بقول له عشان انت جايبها كبيره مش هنعرف نركبها لك، اطلعها لك بالمنظر ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. زي ما انتم شفتوا كده يا جماعه اهوت، ادي البلاطه طبعا السليمه ما بتطبلش اهي، لكن البايظه السايبه بتطبل. يا ابو عمر معلش يا شيخ اصل هي ما اتبلتش. طيب ماشي. وشويه يا ابو عمر معلش يا شيخ اصل هي العيب في الطوبه. طب العيب في الطوبه يبقى المفروض ان الجراب كله يبوظ، تمام؟ ما تبقاش بلاطه واحده. اصل العيب في السيراميكا كبيره، حجمها كبير. في ايه؟ هو انا كل ما اكلمك على حاجه تقول لي العيب في كذا، العيب في كذا، العيب في كذا. في عيوب كتير في الحيطه انا مش هقدر اتكلم فيها عشان صاحب الشقه لو شافها هيزعل اكتر ما هو زعلان. بس انا قلت كل اللي في الحيطه اتغاضى عنه، مش مشكله. اصل انا مش هحط ميه على الحيطه ولا احط حاجه على الحيطه. اهم حاجه تهمني ارضيه الحمام اللي هي هيبقى فيها الميه والاستخدام. الميه تبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده ميه واقفه اهيت. شايفين الميه اهي، ميه بركه ميه نربي فيها شويه بط وفراخ، تسقيه. يعني ده كده شغل تسقيات. والكابينه نفس الحكايه. ماشي. جيت كلمته يا ابو عمر لما جه طبعا وشاف الشغل، طبعا بعد ما قعد عايز يجيب العيب على اي حد، خلاص هو ايقن ان العيب عنده. طيب تحكم بيا ابراهيم؟ الناس اللي كانت موجوده قلت لهم الزياده اللي خدها مقابل ان هو يسلم لي شغل نظيف، الزياده مش هاخد منه فلوس، لا انا عايز الزياده اللي هو زودها مقابل ان انت تسلم لي شغل نظيف. اللي هي كام؟ اللي هي 20 جنيه في المتر. عندنا في 118 متر يبقوا كام؟ يبقوا 2400 جنيه. وفي 300 جنيه اللي كان كاتبهم لي شاي وسكر، يا عم مش عايزهم. تمام؟ الكلام ده يزعل حد؟ قلت له انا كده ظلمك؟ قال لا مش ظالمني بس انا معيش فلوس. قلت له مش ذنبي، انت لما كنت بتطلب مني فلوس كنت بسيب بيتي وعيالي واجيلك. وقبل ما يخبط خبطه في الشقه قلت له روح انا سايب لك فلوس في الحته الفلانيه، كنت انا مسافر مصر، قلت له روح خد الفلوس من الصيدليه الفلانيه، انا سايب لك هناك 5000 جنيه، انت هتاخد 3، بتاع الرمل والاسمنت هتديله كذا، بتاع اللي هيطلع لك الرمل هتديله كذا. تمام؟ يعني انا حتى مسافر ما سبتكش، ده انا مديك 3 بواكي قبل ما تخبط خبطه في الشقه، قبل ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الاخر مش عايز يشيل معايا في اي حاجه، بيقول لا انا ماليش دعوه، هو انا معيش فلوس والسلام عليكم بقى عشان الحق اروح اصلي. تصلي ايه؟ صلاه ايه اللي انت بتصليها؟ اذا كنت انت مبوظ شغلي بفلوس، صلاه ايه اللي انت بتصليها؟ يعني نفسي افهم انت هتروح تصلي ازاي، هتقابل ربنا ازاي؟ اما انت تبوظ لي شغلي بفلوس بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده وتقول لي بطلع اخطب. يعني حتى في مره بيكلمني وبيقول لي اصل انا بروح اخطب الجمعه يا شيخ. قلت له انت بتخطب؟ قال لي اه. قلت له طب يا شيخ يعني وانت بتخطب كده ما افتكرتش وانت شغال حلق زي ده؟ ما افتكرتش حلق زي ده كده تسيبه لي بالمنظر الوسخ ده؟ سيب لي الحلق سايب كده؟ طب اتصل عليا قول لي وانا اجي اثبته لك او اجيب نجار يثبته. تمام؟ لا، المهم ان هو يخلص بلاطته ويقفش القرشين ويمشي. وانا عديتها وقلت خلاص هجيب نجار ويظبط الدنيا مفيش مشكله. تمام؟ ماشي.
المهم بس ان انا كنت عايز اعرفه انت راجل طالع تخطب وبتقف امام بالناس، فالمفروض انت بتقي ربنا في شغلك. يعني خد قد حقك يا عم مرتين وثلاثه، انا ما عنديش مشكله في الفلوس. يعني حته الفلوس انا عن نفسي في شغلي في النقاشه لما بخش ممكن اغلي على الزبون عادي، بس هسلمك شغل انت في الاخر هتشوف الفرق وهتعرف ان انا فعلا اللي انا خدته منك انا اديتك شغل باكتر من اللي انا خدته منك. تمام؟ والناس اللي متابعانا على القناه تعرف الكلام ده كويس. انما اخد فلوس وادي لك شغل ما يسواش 5 جنيه في السوق، يعني انت تتفق معايا المتر ب 55 جنيه وتبقى هي دي النتيجه، هو ده الشغل. فقلت يا جماعه انا عايز ال 20 جنيه اللي هو زودها مقابل ان انا اخد شغل يكون ما فيهوش ولا كلمه. تمام؟ اقول حقك انت كده عداك العيب، والراجل كده ما ظلمكش يا ابو عمر. قال بس انا معيش فلوس. قلت له انا مش مشكلتي، انت كنت بتطلب كنت بجيب لك، انت اخر اتصرف وهات لي عشان خاطر ابرد نار الزبون، اودي له الفلوس دي تجيب اي حد يعمل حمام تاني. المهم ان انا ايه ابقى عملت اللي عليا عشان ما ابقاش حاسس بذنب. تمام؟ من هنا لهنا طب هات السيراميك وانا هعملها لك. قلت له معلش انت ما ينفعش تحط ايدك في الحمام تاني، يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. خلاص انت لدعتني مره ما ينفعش، والا يبقى انا برياله يعني لما اصدقك. انت جايب اخرك، هو ده كده اخرك، ده كده تمامك. بيقول لي طب ما في الشقه اللي احنا كنا مع بعض فيها اللي هي اتقابلت معاه فيها ما فيهاش مشاكل. لا فيها مشاكل. وانا قلت له فيها مشاكل للاسف، بس احنا ما عرفناش صاحب الشقه، لان احنا اللي بنسيق وراك واحنا اللي بندلق ميه واحنا اللي عارفين البلاوي الزرقاء اللي في السيراميك. بس انا قلت دي حاجه صغيره، يمكن هناك الدنيا كانت واسعه. عندي هنا حمام ومطبخ ما هماش حاجه يعني زي ما انتوا شفتوا، المسافه صغيره. يعني ده الكابينه اللي هي متر في متر ما عرفتش تظبط ميلها. يا نهار اسود، يعني انت عندك كابينه متر في متر مش عارف تظبط الميل بتاعها. الحمام حوالي 6 متر ما انتش عارف تظبط ميلهم. المطبخ ما انتش عارف تظبط ميله. وما انت شغال في الصنعه ليه؟ ليه تستحل عرق الناس وتستحل حق الناس وفي الاخر تقول انا معيش فلوس وهو ده اللي عندي وخلاص كده. المهم الراجل بتاع السيراميك بتاع السباكه معلش قال له يا شيخ هات له البلاط وهو هيجيب اي حد تاني يركبه مفيش مشكله. قال خلاص ماشي. واتفقنا هنا ان هو هيجيب تاني يوم البلاط، هيتصرف ويسال عليه ويجيبه وانا هتصرف انا اشوف حد تاني يركبه. تمام؟ اركبه بقى بماده، اكسره، اشيله على دماغي، انا حر. تاني يوم طبعا انا عارف انه مش هيجيب حاجه، ما هو انت خلاص انت بتتعامل مع شخصيه ما بتاخدش منه كلمه رجاله، فخلاص انا عرفت انا نصيبي كده. اتصلت بالمندوب بتاع الشركه بتاع المظلوم اللي انا جايب منه السيراميك اللي قبل كده، وقلت له معلش ارجوك شوف لي البلاطه دي موجوده عندك ولا لا، لان انا هنحتاج منها 6 كراتين عشان هعيد على الحمام تاني. فالراجل شيك وقال لي يا عم ابراهيم فعلا الحمد لله موجوده عندنا. قلت له خلاص هاجي لك حالا ادفع لك حسابها وتشحنها لي. قال لي ماشي. جيت كلمت بقى ابو عمر. يا ابو عمر انت ما كلمتنيش ليه لحد دلوقتي؟ لا اصل انا سالت عليها ومش موجوده. قلت له ده البلاطه موجوده في المظلوم. قال لي طب يا شيخ هات لي منها كرتونه واحده على حسابي وانا هاجي اعملها. اللهم صل على النبي. وانا هاجي اعملها لك تاني. يعني احنا بنخض في ايه؟ احنا قعدنا واتكلمنا واتفقنا اتفاق رجاله ان انت هتجيب السيراميك وهتجيب الماده بتاعته وانا هشوف انا حد يركبه. تقوم تيجي تاني يوم تقول لي لا انا مش جايب سيراميك وهات انت كرتونه واحده على حسابي وانا هاجي اعمل لك انتوا طبعا شفتوا الدنيا 135 سم بعيد عن البلاعه. اللي بيقول اصل المشكله في البلاعه، بلاعه الميه اصلا ما وصلتش البلاعه. طيب ماشي. يعني يا ابو عمر نهايه الكلام اصل انت ما شفت الشري. شوفوا الكلام بقى، شوفوا قله الادب. اصل انت ما شفت الشري لحد دلوقتي وقلت له طب ما توريني شرك. طب ما انت كنت معايا ما وريتنيش شرك ليه؟ يعني انت هتدفعني فلوس من جيبي من قوتي ومن قوت عيالي وكمان بتقول لي ما شفت الشري؟ قلت له طب ما تيجي قدامي وتوريني شرك.
ما انت كنت معايا في الشقه ما وريتنيش شرك ده ليه؟ طب يا عم تعالى قابلني ونشوف شرك. تمام؟ الحمد لله انا بخافش من اي حد يعني، ولا اي مخلوق خلقه ربنا، ولا انت يا ابو عمر تهزلي شعره في دقني شعره. يعني انت كلك على بعضك كده ما تهزليش الشعره. تمام؟ المهم ده شغل العيال بقى والكلام اللي ملوش اي لازمه. يوم يقول لي ايه؟ واللي انت عايز تعمله اعمله، انا ما بقعدش في قعده رجاله. اما تبقى راجل داخل على 50 وتقول انا ما بقعدش في قعده رجاله، يعني انا قلت له هات ناس من عندك يا عم، خلينا انا وحش، هات ناس من عندك من جنزور من عندكم، وانا هجيب ناس من عندي يكونوا في اختصاص الصنعه. عندنا الحاج ماهر البهجي، عندنا ناس كتير مع. المهم يا جماعه قال لي انا مش هقعد في قعده رجاله. قلت له يعني انا كنت بتفق مع عيل؟ قال لي ايوه انا عيل ومش هقعد في قعده رجاله، واعلى ما في خيلك اعمله. قلت له انا اقدر اعمل كتير وفي ايديا كتير. قال لا ما يهمنيش. طب لو صورت لك فيديو يا ابو عمر ونزلت الشغل بتاعك ووريته للناس وهي اللي تحكم عليه؟ قال لا ما يهمنيش. تمام؟ انا طبعا يا جماعه قسما برب المعبود دفعت حق البلاط من جيبي ولسه هدفع تركيب ومون، وادي البلاطه اهوت موجود عشان الناس اللي هي مثلا هو مفكر ان انا بهته او ان انا بقول اي كلام في اي كلام. لا السيراميك اهوت، ادي 6 كراتين ماشي، وادي البلاطه اهوت ماشي، ادي البلاط. تمام؟ ده البلاط اللي هو بتاع الحمام اهوت، لسه هركبه تاني على حسابي. ده ادبا ليا ان انا مشيت ورا عيل او ان انا مشيت ورا العيال. ما هو المثل المصري بيقول لك اللي يمشي ورا كلام العيال انتوا عارفين الباقي. فادي اخرة مشي وراك. اما انت في الاخر بعد الشغل ده كله تقول اصل انا عيل وانا ما بقعدش في قعده رجاله. لو انت راجل صح وبقول لك هات رجاله من بلدك وانا هجيب رجاله من بلدي واللي يحكموا بيه انا هعمله وهنفذه. المفروض انت لو صاحب حق دي حاجه ما تزعلكش، بالعكس ده حاجه تبسطك وتفرحك. ان انا بقول لك تعالى هات ناس، سيبك من كلام انا خالص، اركن على كلام انا على جنبه وهات ناس يا عم تحكم بيني وبينك. تمام؟ يقول لي لا قعده رجاله انا ما بقعدش في وسط رجاله. يعني انت عيل؟ انا عيل بكل بساطه. اما تبقى راجل عندك 50 سنه وتقولها كده باللفظ، ده الواحد لو هيموت يا جدع اقسم بالله لو الواحد هيموت ما يطلعها من لسانه ويقول انا عيل. ليه؟ ينعل ابو الفلوس يا جدع تحت رجلينا. انما يبقى الواحد طويل عريض ويقول اصل انا عيل، ده تسوى كتير. انت بتقول كلام ما انتش عارف قيمته. اما تخلي نفسك عيل عشان خاطر فلوس، ملعون ابو الفلوس على ابو الدنيا بحل. وتدبسني انا بعد ما مشيت معاك بكل رجوله وبكل احترام، وتدبسني انا في حق الليله دي كلها. طب ليه؟ يرضي مين؟ حلال ده ولا حرام؟ يعني ينفع؟ هو ده يعني ده يرضي ربنا المنظر اللي انتوا شفتوه ده؟ ماشي. قلت له خلاص ماشي يا ابو عمر مفيش مشكله، وانا اقدر ان انا اقضيه بالواتس اللي بيني وبينه. سهل ان انا اروح لاي محامي يا باشا بالواتس واعمل قضيه ونجري ورا بعض في المحاكم، بس لا انا فاضي ولا انت فاضي. انا قلت انزل الشغل بتاعك واحكي القصه اللي حصلت بيني وبينك والناس هي اللي تحكم بيني وبينك. طالما انت ما انتش راضي تجيب ناس ومش راضي تخليني انا اجيب ناس، لا انا هنزل الشغل للناس كلها وهي اللي تحكم بيني وبينك. انتوا شفتوا الشغل وهوريه لكم تاني واحنا لسه بنتكلم، هوري لكم الميه لسه واقفه جوه ازاي. تمام؟ وانا الحمد لله عمري ما اسلم الزبون حاجه انا مانيش راضي عنها. عمري لو على رقبتي لازم انا اسلمه الحاجه اكون انا مبسوط منها الاول. طالما انا اتكفلت بحاجه لازم انا اكون قد المسؤوليه، يا اما ما اشيلهاش ولا اجي ناحيتها من الاول. تمام؟ فمعلش كنت طولت عليكم، بس للاسف زي ما قلت لكم الراجل في الاخر بيقول لي انا مش هقعد في قعده رجاله واعلى ما في خيلك اعمله وانت ما شفتش شر. لا انا بقى نفسي اشوف شرك ونفسي تيجي قدامي وتوريني شرك.
ما هو كل واحد فينا فيه الخير وفيه الشر، بس لما يكون واحد صاحب حق وقلبه محروق والله ما يقف قدامه بلد بحالها. تمام؟ بوريكم تاني المية اهيت لسه واقفة واحنا بنتكلم، لسه المية واقفة ومش هتمشي الا لما تمسحها بالمساحة. اهي شايفين المية؟ اهي المية شايفين؟ اهي ادي المية لسه واقفة اهي لسه، وهتنها واقفة. وكابينة الشاور ادي الكابينة بالصلاة على النبي اهي. اما تبقى انت راجل عامل كابينة ومتكلف عليها كلها متر في متر ومش عارف يظبط الميل بتاعها، طب انت بتشيل شغل ليه؟ ليه تقول لي انا هسلمك شغل ما يطول رقبتك؟ ليه تخليني ادفع من جيبي؟ وفي الاخر يقول لي ايه؟ انت كنت عايز فلوس مني عمولة بس انا ما اديتكش. بالله عليكم يعني انا ماسك نفسي، لان لما بذهب بقى ايه الادب؟ يعني واحد زودته مرة واثنين وثلاثة واربعة وزودت وبنفذ، يعني زودتك واديتك حقك على دايما، مش مزود كلام، لا ده انا زودتك واديتك وخلصت لك حقك. في الاخر تقول لي انا انت كنت عايز مني عموله، انا طلبت منك عموله؟ هطلب منك 200 جنيه؟ ده انا مزودك 2700 جنيه، هطلب منك 200 جنيه مثلا تحطهم في جيبي؟ وبعدين ده انا اللي بديك الفلوس، هو انا ما وصلتكش للزبون؟ الزبون ما شافكش ولا يعرفك ولا عايز يعرفك. يعني عموله ديت انت بتتكلم اي كلام كده. عموله دي لما انا اسلمك لزبون واقول لك اديني كذا، انما ده انا الزبون، انا اللي بسلمك الفلوس، انا اللي بحاسبك، هاخد منك عموله ازاي؟ يعني بالله عليكم ينفع؟ يعني انا اللي بديك الفلوس بايديا هاخد منك انت عموله؟ انا اخد من الزبون ماشي، انما اخد منك انت ليه؟ ده انا بديلك حقك تالت ومتلت في سبيل ان انت تديني الشغل، طلعت ولا ليك في الشغل ولا ليك في السواد ولا ليك في اي حاجه. ادي المنظر قدامكم اهو، ادي المنظر ينفع؟ ده يرضي ربنا؟ في الاخر هفور السيراميك ده كله تاني واركب سيراميك تاني على حسابي عشان خاطر اسلم الزبون يكون مبسوط، عشان ما يقعدش طول عمره يقول انا كنت مدي الشقه لواحد اسمه ابراهيم العزب هو اللي عمل كده. هو حالا بيقول لي انا متقبلها كده، بس يوم ما حد يجي يخش عنده الشقه ويلاقي الميه واقفه كده هيقول له مين اللي عامل لك الشغل ده؟ هيقول له اصل انا كنت مديها لواحد اسمه ابراهيم العزب هو اللي كان ماسك مصاريفها وماسك دنيتها. فهتبقى سيرتي طول العمر، لا انا اشتري سيرتي بالفلوس وادوس عليها بالجزمه ومحدش يجيب سيرتي بحاجه وحشه، لان احنا صنايعيه وسيرتنا هي اللي بتشغلنا. سواء بقى الشغلانه دي تجي من وراها شغل ما جاش من وراها شغل ما تفرقش، بس المهم ان محدش يجيب سيرتي بحاجه وحشه. انا اخد حقي تالت ومتلت مفيش مشكله، بس ادي لك حقك. واللي عايز بقى يكمل الفيديو بقى يكمله، ومعلش انا كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يا جماعه هو ده بدايه الشغل بيننا وبين الشيخ ابو عمر او الشيخ عبد الناصر اللي من جنزور. طبعا كنا لسه الدنيا ماشيه زي الفل تمام التمام، بيوريني ازاي ان احنا ننسق اللون، وهو دي هي البلاطه اللي هنشتغل عليها. قلت له تمام مفيش مشكله، كل حاجه تمام لحد دلوقتي. وقلت له ابعت لي اي صور عشان تفتح نفسي، فبعت لي الصور ديت لان انا ما كنتش موجود. فالحمد لله قلت له تمام الله ينور الشغل كويس، واخد بالك. جينا هنا قلت له اعمل لي كابينه، هنا هيبقى في كابينه، اعمل حساب ان فيه رخامه هتركب، فحط لي مكانها السيراميكا ديت. قال لي هتبقى زي كده، قلت له اه هتبقى زي كده تمام، خلاص اشتغل على كده تمام. جه في الاخر طبعا بيقول انا ما اعرفش ان انت هتعمل اصلا هنا رخام، امال عملت الميول على ايه؟ بعد كده احتاجنا سيراميك، وراح جاب السيراميك مفيش مشكله ودفعت له حقه طبعا. بيقول لي هيعملوا 1000 جنيه، حسبتها له على الحسبه 870 مفيش مشكله عادي. قال لي لا 6 متر 75 سنتي، قلت له عادي مش هتفرق، مع ان انت قلت لي 145 متر في 6 كراتين في 6 جنيه يا ربي، 6 متر في 145 تمام. فرجع قال لي 6 متر 75 سنتي، يعني في هم مش 6 متر بس، لا 6 متر 75 سنتي
مع ان مفيش حاجه اسمها 6 متر 75، الكرتونه بتبقى متر ونص. تمام، ما علينا، مش مشكله. كل ده انا مصدقك فيه، مفيش اي مشكله. جينا بقى بعد كده عشان بس اختصر عليكم الوقت. ان شاء الله تكون بخير وعافيه، ان شاء الله تكون جيت من مصر ولا لسه. طبعا محتاج فلوس، واخد بالك. قلت له ايوه انا جيت ورنيت عليك، تليفونك مقفول وهوت. اخر حاجه انت قلت لي هروح واحسب لك حساب السيراميك واعرفك. بقول انا عمري ما قفلت التليفون، تلاقي الشبكه انتظرت تيجي من مصر، مفيش مشكله. الكرتونه جت من المظلوم، كان محتاج كرتونه جبتها له، مفيش مشكله. قلت له الكرتونه جت وموجوده في قلب الشقه. قال لي خلاص انا شغال في جنزور، ان خلصت بكره هحاول اجي اعملها لك. قلت له مفيش مشكله. طبعا لما رحت لقيت علب الكهرباء هنا بقى بدات العيوب تظهر. يا جماعه، في علبه كهرباء تتقفل بالمنظر ده، طب الكهرباء يقفل عليها ازاي؟ فعملت له عليها دايره، قلت له العلب ديت محتاجه تتظبط يا ابو عمر. ماشي، بكل ادب وبكل احترام. قال لي خلاص ماشي حاضر يا شيخ. وكان في بلاطه مطبله قبل كده في الحمام، قلت له البلاطه المطبله انت عملتها باسمنت ابيض وشكرا على كده اتجوزت، يعني انت كنت قايل انا هشيلها واعمل لك مكانها. والله بيقول لي بقى والله سيدها لباني اسمنت ابيض، انا ما اعرفش سيدها ازاي بسرنجه مثلا، يعني هي راكبه ومفيش فرق بينها وبين السيراميكا اللي بعدها. هل انت هتسقيها بالسرنجه هتدي لها حقنه؟ يعني حاجه طبعا مش طبيعيه. ده غير اصلا ان هي عاليه عن اللي حواليها. قال لي انا مش سايب منها، مش سايب جوزي مطبل وانا سقيتها اسمنت وهي راكبه ما كانش فيه بلاط، والله عشان نوع البلاط مط وخشن ما فيش فيها ضرر. المهم يعني ايه، من الاخر لبسها للزبون وخلاص، عديها يعني عديها. ويقول لك اصل البلاط مقوس، اصل البلاط مش عارف ايه، اصل كده يعني، واخد بالك. قلت له انا ده شغلك، انا ما اعرفش. اللي انت اللي ليه عندي، اللي ليك عندي ان انا استلم منك شغل كويس وانت تاخد فلوس بس، انا ما بطلبش منك زياده. السلام عليكم شيخ ابراهيم. والله هو نوع البلاطه مط واحنا بليناه ميه جامد، بس البيت من الطوبه بتاعته قديمه والبلاطه نفسها هنا طبعا بيجيب العيب في البلاطه وبيجيب العيب في الطوبه وبيجيب العيب في اي حاجه، اي هبد في العدد. سمكها كبير وكبيره. يعني عملت كده مش احنا بلينا كويس ومنى كويسه مكبوسه منى كويسه، بس هي نوعها نفسه السمك بتاعها كبير، وممكن تكون في حته فيها بتفصل غصب عننا عشان هي مقاسه طويل اساسا من الزبزاب بتاع المطبخ. فاحنا نعمل فيها يا شيخ سمكها كبير والفخار بتاعها نفسه في نسبه البراده فيه قليله، كان بيعفر جدا واحنا بنقص فيه. طبعا احنا كده شغالين بقلل، ما احنا شغالين بسيراميك، احنا كده شغالين بفخار وقلل، شويه طين من الارض وعملناهم سيراميك. احنا عملنا يا شيخ على قد ما نقدر فيها، اللي انت عايزه برضه نعمله لك يا شيخ بس يعني اللي انت عايزه هنعمله. وهو برضه اصلا ركب السيراميكا وسقى بشويه اسمنت ابيض وشكرا. يعني المفروض مش اللي انا عايزه، اللي انا عايزه شغل، عايز استلم شغل. بس غصب عننا والله. جدران البيت نفسها جدران طوبة قديمة وبتعمل كده بتفصل يعني بحتت فيها، بس دي ما تضرش حاجة في البلاطة ولا عمرها تسيب ولا عمرها يحصل لها أي حاجة. اللي أنت عايزه برضه يا شيخ أنا تحت أمرك. بص يا ابو عمر، يعني حته ان الطوبه قديمه وحته ان البلاطه بايظه، الكلام ده يعني انا معاك فيه لو البلاط كله كده. لو البلاط كله مطبل، لو البلاط كله فيه مشكله هقول ماشي، يبقى العيب في البلاط كله والعيب في الطوبه. انما ده هي بلاطه واحده في الحمام كله، يعني العيب ساب البلاط كله ومسك في واحده بس. طب الطوب بتاع الجدار كله هو فيه طوبه مثلا ورا البلاطه لوحدها؟ اكيد الجدار كله طوبه واحده والجدار كله مونه واحده والجدار كله سيراميكا واحده. انت نفسك اول ما شفتها وريتها لك قلت لي هتلاقيها ما تبلتش ميه. طب انا ما ببلش انا البلاط، يعني انت اللي بتبل البلاط. يعني انت نفسك قلت لي هتلاقيها ما تبلتش ميه، عشان كده فصلت. وقلت لك مش هتعرف تشيلها يا ابو عمر، قلت لي لا هشيلها. قول دلوقتي. وحته المقاس اغلب البلاط دلوقتي كله بالمقاس ده. اغلب البلاط واغلب الحمامات دلوقتي كده. مش معقول يعني مثلا اي زبون هيروح يجيب بلاطه زي ديت او مط، لا في مط اكتر من كده بكتير. مش معقول اي حد هيجيب واحده بلاطه مط او هيجيبها كده يطلعها له بالطبل ولا يطلع له فيها مشكله، ولما يجي نتكلم يقول له لا اصل هي انت جايبها مطفيه وجايبها كبيره. يعني هو احنا لسه بنعاقبه عشان هو جايبها مط وجايبها كبيره، فاحنا بنعاقبه ان هي تبقى مطبله. ماشي.
بص يا شيخ ابراهيم، اقسم بالله البلاط كله مبلول. انا رايح جايب البرميل بنفسي، قلت لك انا هروح انا محتاج برميل مبلول عادي مع البلاط، بس ما اتشبعتش. فصل بس حاجه من الهد بتاعنا من الشغل بتاعنا، ممكن الواد يكون فصل من الجزء ده، بس ده المفروض طبعا المهم يا شيخ لو عاوزني في النهايه انا حاولت اشيلها، مش ان انا مكبرت دماغي، بس في حاجه اسمها علاج بين لباني، بعمل لباني كده في حاجه في ازازه ولا في شبشه ولا حاجه، وبسقي البلاطه وبهز البلاطه من المسطره. اقسم بالله عملت كده وسقيت برضه الجزء اللي فوق كله، كان في بعض البلاط منمل بسيط كده ما بين السقف، ده وارد ان انا بتسقط فيه بس مش بيبقى سايب، واخد بالك، انما هي ما فيهاش ضرر. بس لو عايز اشيلها لك يا عم اشيلها، بس هتركب بلاطه، هشيلها بالسلوك خالص بس ورب الكعب ما فيش فيها ضرر خالص. السلام عليكم يا ابراهيم، احنا بنسقي قهوه في مشطب الشيخ، يا ريت تعدي علينا بس احنا بنشطب ان شاء الله. ماشي، احنا بنشطب شغل ان شاء الله، والسقيه وفينا الحمام وبنسقي فيه فطور ان شاء الله. لو انت بس تعدي علينا ماشي. ماشي في انتظارك ان شاء الله، ما تاخرش علينا. طبعا يا جماعه لما انا رحت وشفت الشغل وشفت الدنيا زي الزفت زي ما انتم شفتوها كده في اول الفيديو، قلت له انا يلزمني منك دلوقتي الزياده اللي انت زودتها علشان خاطر مقابل ان انا استلم منك. فطبعا المفروض ان الزياده اللي احنا زودناها ديت عشان خاطر استلم منه شغل، مفيش ولا كلمه. وهسمعكم في الاخر القصه كانت ايه من الاول خالص برضه. يبقى المفروض ان انا اخد الفلوس ديت اديها للزبون، يجيب حد بقى يعمل حمام تاني او انا اجيب حد يعمل حمام تاني، نظبط الدنيا تمام. بقول لي انت تاخد فلوس وخلاص يا شيخ، وبعدين انت راجل ملتحي وكدبت عليا امبارح وتقول لي عاوز تبلط الصاله، عيب عليك يا شيخ. طبعا يا جماعه انا لو قلت له ان الشغل فيه عيب ما كانش جه زي ما هو دلوقتي، مش عايز يجي ولا عايز يدفع فلوس ولا عايز يقعد في وسط الرجاله. انما لما قلت له تعالى ده انا عايز ابلط الصاله، جه جاي وجاب المتر وجاي بقى عشان يقيس. ما هو لقى ان الراجل ما زعلوش في حاجه اللي هو انا، لقى ان انا كنت سهل معاه واللي هو عايزه كله بديهوله تمام. فعشان كده جه جاي. لو انا وحش عمره ما كان رجع لي تاني ولا عمره كان جاي لي تاني، كان ما صدق خلص مني بقى ومع السلامه. انما ده جالي جاري عشان خاطر قلت له ده في شغل جديد تعالى عشان عايزين نبلط الصاله، فجه جاري تمام. فبقول انت ملتحي وكدبت ومش كدبت، ماشي يا سيدي، انا ابن 60 كلب دي حاجه لنفسي زي ما انتم شايفين. قلت له انا كذاب وملتحي وابن كلب وربنا اللي هيحاسبني، دي مش بتاعتك ولا موضوعك. وفعلا كان هيبقى في شغل بس خلاص انت يعني قفلت الشغل وبوظت سمعته. ماشي، انا يهودي انا مسلم، دي مش بتاعتك برضه. اخد فلوس منك دي كلمه كبيره، انت بتعامل راجل مش بتعامل عيل، ويمكن انت ما تعرفش معامله الرجاله ولا تعرف المسؤوليه شكلها ايه، ويمكن متعود على الشغل بالنظام بتاعه بالطريقه ديت. ماشي، فانا طبعا مش عايز اعد لكم الكلام اهو قدامكم، اللي عايز يقراه تمام. فقلت له خلاص هات الرجاله من عندك وانا هجيب الرجاله ويقعدوا يحكموا بيني وبينك ربنا، لا تظلمني ولا اظلمك. انا يا عم كلامي وحش وانا مفتري، هنجيب ناس تحكم بيني وبينك، انا ماليش دعوه، واخد بالك. فيقول لي ايه، طب هات كرتونه واحنا هنكسر ونغير لك البلاعه ومش عارف ايه. البلاعه دي اللي هتتكسر، البلاعه مالهاش دعوه، الميه اصلا ما راحتش البلاعه تمام. شوف يا ابو عمر، عشان ما نقعدش نحرق في بنزين كتير، انا قبل كده لما قلت لك البلاطه مفضله في الحيطه قلت لها شيلها برضه ما شلتهاش، وعلقتها لي شويه اسمنت ابيض من الاثنين، وقعدت تقسم لي بالله وتحلفني وتعمل لي ان انا عملتها وما عملتهاش. البلاطه مطبله تبان لي اللعنه، اللي ما بيسمعش هيسمع طبلتها تمام. انت لازم تقول لي هنكسر بس بلاطتين، لا طبعا شغل التنزيل ده مش بتاعي، اصل انا ما بقاش دافع الالافات دي كلها عشان اقعد الزق بلاطتين، واخد بالك. فهو الحمام كله هيتفور، لو هكسره ده انا على حساب انا ما عنديش مشكله. المهم ان انا نايم وانا مرتاح، وانا ما ببقاش حاسس بذنب ولا حاسس ان انا ظلمت حد، لان دي امانه تغفل. انت بالنسبه لك بقى عادي، مفيش مشكله، انت راجل شيخ وسيرك باتع وبتطلع تخطب على المنبر، مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك انت، وانا ابن ميتين كلب وكذاب ماشي، برضه دي حاجه ترجع لي انا. يعني في كافر بس تلاقيه عادل، في كافر ويهودي بس تلاقيه ما بيظلمش حد، خلينا انا تبع الجماعه دول تمام. فانت دلوقتي قلت لك هات ناس من بلدك في صناعتك وانا هجيب ناس، واللي يحكموا عليا بيني وبينك يا جدع على الطلاق، لو حكموا عليا ب 10000 جنيه هدفعهم، ولو 50000 و100000 هدفعهم تمام. وفوقك مني انا خالص، انا وحش، خلينا في الناس الحلوه اللي في صناعتك اللي تقدر تحكم بيني وبينك تمام، عشان ما نقعدش نرغي كتير ونحرق بنزين كتير. وبعدين انت بتقول لي ماسك اعصابك لحد دلوقتي، هو مين اللي يمسك اعصابك؟ يعني انت ماسك اعصابك على اساس انت صاحب الحق؟ خلاص يا سيدي، طالما انت شايف نفسك صاحب حق يبقى الكلام زي ما انا قلت لك كده. اما حته ماسك اعصابك عليا انا على ابراهيم العزب، يبقى انت ولا تعرفني ولا سالت عني واسال عني اي حد محترم، انا بشد فلوسك فوق دماغك. ماشي يا ابو عمر؟
جربت المعامله بتاعته وجربت انا كنت بحترمك ازاي. لكن قله الادب قسما بالله ما حد يعرف ايه الادب معايا. ماشي يعني ايه الادب مع ايه الادب؟ محترم مع المحترم. ما بقاش بكلمك وتيجي تقول لي انا ماسك اعصابي لحد دلوقتي، هتعمل ايه يعني؟ ما تسيبها يا اخويا، سيبها وخليني عايز اشوف هتعمل ايه يعني. اعصابك لما تثبت هتعمل ايه؟ يعني انت خليتني غلط ودفعت فلوس من جيبي وكمان تقول انا ماسك اعصابي؟ ربنا علينا يعني. ماشي فما تاخدش فكرك وهاك على الامر. يعني الموضوع ابسط من اللي انت بتتكلم فيه ده بكتير ومالوش لازمه. وكان الراجل مثلا بيقول لك انا ماسك اعصابي، هو الموضوع مش ان احنا داخلين في خناقه، هو بيكلمك يعني ما يزعلش منك وكده انا هزعل منك وبتاع ومش هنوصل لزفت وبتاع ولا كلام من ده. احنا مش داخلين عشان نهدد بعض فاهمني. وانا اللي قلت له يقول له المعلم ابراهيم يجيب كرتونه، خدت بالك انا المسؤول وانا اللي عامل بيت الحمام وانا اللي بقول لك كرتونه وما تقدرش تلعب الموضوع ده ماشي. واخد بالك لكن حته تعجبها تدوس حمام وتعمل بالماده فوق البلاط ده كلام مش هينفع لان الماده. طبعا يا جماعه هو قاعد يقول ده شغل اخويا وانا بسدد وراه وانا بعمل وراه. طب يعني انا مالي؟ انا ذنبي ايه ان اخوك مثلا مش عارف يعمل حمام او كده؟ انت جاي تقول لي انا بسدد وراه؟ طب تعالى يا عم سدد وراه بقى ادفع. هو انت هتسدد وراه بالكلام وجاي تقول انا معيش فلوس؟ انت هتعيط لي مثلا عشان تصعب عليا؟ طب ما انا مش صعبان عليك، انا هدفع من جيبي وانا مش صعبان عليك. يبقى انت تصعب عليا ازاي؟ انت ما بتشيلنيش انا هشيلك ازاي؟ المادة ما تعجبش حاجة، المادة بتعمل بترسم نفس اللي انت عامله بالظبط، لان المادة كله فيها ايه 2 مللي او 3 مللي بالكتير قوي يعني. خدت بالك كرتونه انا مالكش دعوه ان شاء الله الموضوع محلول يعني ان شاء الله باذن الله ماشي. طبعا مش معقول يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انت اللي ساعدتني مره اامن لك ان انا اجيب لك بلاط تاني وتبوظه لي تاني وادفع فلوس تاني؟ طب ليه؟ اهبل مثلا ولا برياله؟ يا عم كنت زعلت من عمر حاجه بس يعني مش اللي احنا اخوات وفي الاول وفي الاخر احنا اخوات وان شاء الله يكون مر باذن الله وما فيش حاجه خالص. وعم خدك على راسنا من فوق وانت اخ فاضل. وبس هو عمر كان في موضوع كان مزعل بس شويه في البيت كده وجماعه تعبانين وانت عشان كده وظروف ربنا علينا يعني ماشي. فما تاخدش فكرك وهاك على راسنا وانت راجل محترم واحنا بكل التقدير مننا وكده. وانا زي ما بقول لك كده انت بس مالكش دعوه الموضوع بس ان شاء الله باذن الله محلول مش حبيبي. ماشي السلام عليكم. بص يا معلم خالد انت طبعا كلامك على دماغي وعلى راسي. وهو امبارح بيقول انا هديك اخويا كبير واخويا معلمني، قلت له معلش انا ولا اعرف اخوك ولا شفته ولا اتفقت معاه ولا خد مني فلوس ولا في بيني وبينه اي تعب، هتجيبه لي يعمل ايه؟ يعني احنا شايفين الوضع قدام عينينا. هو امبارح بيقول للبلاع قلت له يا جدع انا هطلع اصلا دلوقتي بس لو الميه ما راحتش البلاعه هيبقى ايه الحل؟ الميه مجمعه قبل البلاعه ب 30 سم وب 50 سم وكمان في الشوال الميه جايه غير عين البلاعه. يعني الموضوع مش قصه البلاعه خالص، الموضوع ان الميه جايه فلوس الحمام تمام؟ فدلوقتي انت حته بقى البيت ازاي دي بقى بتاعتك خلاص انت معلش حرام ليك ولا بابا ما ينفعش تحط لك الحمام تاني لا بكبير ولا بقليل. لو حطينا عليه فلوس تاني ما ينفعش. الحمام كان قدامك انا عامل لك احلى سور معاك فلوس نص متر وجايب لك احسن صنايعي سباك وظابط لك كل حاجه وكل طلباتك مجابه وما عرفتش تظبط الارضيه بقى تظبطها لي دلوقتي. لا يبقى انا بقى اتصرف لو هطلع صح الحمام تاني على حسابي هطلع حق عشان دي امانه ماشيه من مكانك ماشي. فانا حاجه بقى بقول لي اصل انا ماسك نفسي ماسك اعصابي يعني هتعمل ايه يعني لما اعصابك تسيب؟ هتعمل ايه؟ هتضربني مثلا هتشتمني ولا ايه اللي انت هتعمله لما انت هتسيب اعصابك؟ خليها تسيب. ايه المشكله لما تسيب اعصابك؟ فده حاجه عم خالد انت بتقول عندي ظروف في البيت يا جدع على طلاق بالثلاثه ان انا دفعت النهارده فلوس من جيبي حق السيراميك وهيجي بعد بكره. هو مفكر ان انا بهدته او ان انا بهزر او الموضوع تسالي او يعني الموضوع هو مفكر ان العمليه كده بتعدي عادي. انا ما اقدرش الزق للزبون حاجه انا عن نفسي مش راضي عنها في بيتي. انا ما اقدرش اقعد بشقه بالمنظر ده. ما بقاش صارف الفلوس دي كلها وهو شايف كبيره الشغل لوحدها مكلفه فلوس. ما اقدرش اصرف الفلوس دي كلها وانا قاعد في الاخر كل ما اخش اتوضى اقعد اشوف المساحه ليه عشان خاطر ايه؟ وبعدين انت طلبت مني فلوس زياده ما قصرتش معاك طلبت مني زياده على اساس ان انت هتسلمني شغل ما حدش يقول فيه كلمه وانا ما قصرتش. يبقى انا دلوقتي يا عم خالد بقيت وحش وقول لي انت ازاي تبقى ملتحي وكذاب؟ يا عم انا ابن 60 كلب دي حاجه بتاعتي انا بقى بيني وبين ربنا. ان كنت انا وحش ان كنت انا قليل ادب طالما انا ما زعلتكش انت في حاجه ده اللي يخصك. يعني البند اللي يخصك ان انا ما قصرتش معاك انت في حاجه ما كنتش عليك فلوس ما جيتش مره طلبت فلوس وقلت لك ما معيش. ده مره لما بقول له تعالى عشان تاخد فلوس يوم الجمعه عشان انا مسافر انا مش موجود. وانت انا رايح مشوار بعد العصر قلت له يا راجل في حد في الدنيا يقول لك تعالى خد فلوس هو بين الشغل تقول لي انا رايح مشوار بعد العصر يعني انت بتخليني بعد مشوار ده انا بقول لك تعالى خد فلوس. هو في احسن من كده؟ انا عايز انفضل اللي عليا انا كافر وده الصليب بس عايز اشيل من على كتافي عايز اخلص لك حقك. هو واثق ان انت هتطلع لي شغل كويس واثق ان انت هتطلع لي شغل محترم واديتك زياده بناء على ان انت هتطول رقبتي او في الاخر هتشتم وتهزق من واحده ست واسمع اوسخ كلام ليه يا عم كده؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ايه؟ ما هو اللي يصعب عليك يقتلك يعني دي حاجه معروفه في الشغل.
اللي يصعب عليك في الشغل يقتلك. وفعلا دلوقتي في شغل هيروح مني بسبب الحركه دي. طب عشان خاطر ايه؟ وبلاطين اللي انت بتتكلم فيه يا ريت على قد كلكونه ولا كلكونتين. احنا هنقعد نلزق مش بقى بلاطه ونحط بلاطه والكلام مالوش اي لازمه. اما حته بقى تتعدل او ما تتعدلش دي ترجع لنا. ما هو انا زي ما شلت الاولانيه لازم اشيل الثانيه ولازم اسلم الناس شغل هكون انا متكيف منه ومبسوط منه. وانا قلت لهم ما يرضي الله انت طلبت زياده 20 جنيه في المتر عشان خاطر تسلمني شغل ما حدش يتكلم فيه، وانت دلوقتي اديتني شغل ما يعملوش واحد ب 5 جنيه في السوق. خلينا انا وحش، انا زي الزفت. قلت له دلوقتي هات ناس وانا هجيب ناس في صنعتك يكونوا ناس بيفهموا في الصنعه، ناس يكونوا معلمين في الصنعه وهم اللي يحكموا ويشوفوا الشغل ده يتعمل بكلكله زي ما انت بتقول، ويشوفوا الشغل ده قاعد في البلاعه ولا يشوفوا هم بقى يحكموا. طالما انا وحش هم يشوفوا الوضع يمشي ازاي. انا كده مش مقصر معاك في اي حاجه اهو. يعني انت حسابك اديته لك على 100 مليم ويوم الحساب قلت له يا ابو عمر مش هنحط ميه، دي كانت غلطتي بقى. يعني دي كانت غلطتي، قلت له مش هنحط ميه يا ابو عمر عشان نشوف الميول. قال لا ده نظبط لك كل حاجه 100 100. هل جزاك كلامك خلصت لك حسابك ان انت دلوقتي تقول لي هات كلكونه وانا اعملها واصل العيب مش عندي واصل المشكله في البلاعه ده جزاك بس يعني انت بتعلمني الادب. ما هو انا ادب بفلوس، عشان انا اتعلم الادب لازم اخد فلوس. ما نبقاش بقى لنا 30 سنه في الصنعه ونيجي في الاخر نتهزق ويحصل معانا كده في الشغل. شوف يا حاج خالد انت وابو عمر شوف يا عم الناس اللي هتجيبهم وانا هجيب ناس من هنا. عندنا حاج باجي معروف في بيت السبع، هو اقدم واحد في السيراميك هنا في بيت السبع. هكلمه وهنكلم الناس تيجي ويشوف الدنيا ويشوفوا الوضع واللي هم يحكموا بيه. انا معاكم في اي حاجه. حكموا عليا انا مفيش مشكله عندي. تمام. وصلنا الطفل ديت دلوقتي بقت زي الزفت. على طفلي ومعاملتها كويسه بتيجي على المغنى في الاخر. هي اللي خلتني دلوقتي ادفع من جيبي. فخلاص نركن بقى الطبع على جنب ونركن الكلام ده نتكلم بقى في الشغل العملي اللي ما يزعلش اي مخلوق. هات يا عم الحاج ناس حكم بيني وبينك وانا هجيب ناس من اصلا مش هرضى بالناس اللي انت هتجيبهم ولا انت هترضى بالناس اللي انا هتجيبهم. فلازم انت تجيب ناس من طرفك وانا اجيب ناس من طرفي. تمام. وهم الاثنين ونشوف الكلام يمشي ازاي. تكون مرتي باذن الرحمن ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. يا معلم انت برضه ما فهمتش او ما سمعتش الرساله اللي انت رديت عليها من غير ما تسمع الرساله. بقول لك مع احترامي ليك انت دلوقتي. السلام عليكم. شوف يا معلم ابراهيم انا طبعا فعلا حازم معاك. هتعمل انت تقول انا انتجت العلامه بتاع السلامه كده هاتوا نيجي نركب احنا نفسنا ونركبهم مفيش مشكله خالص. ماشي ان شاء الله تكون مرتبط باذن الله. وانا عامل اسمي لو في اي حاجه اي كلمه زعلتك في ناس فيهم حاجه راسنا فوق ان شاء الله يكون خير طيب باذن الله. وفي الاول وفي الاخر احنا اخوات ولا في تطور ولا في اي حاجه ولا في حتى انا عذرت بقى وكده ولما حد يعرف من العذر بقى يعني العمليه في الاول وفي الاخر الشغل مش مع بعض وكده يكون خاطرك طيب في تطور ولا في اي حاجه ولا في حد انت عذر بقى وكده. ولما حد يعتذر بقى بالعذر بقى ما يعني العمليه في الاول وفي الاخر الشغل يفرق الناس من بعضها وكده. يعني أنا دلوقتي بنتي اللي محتاجة دروس واللي محتاجة لبس واللي محتاجة مداس واللي محتاج أكل، كل ما حد بقى يطلب مني حاجة أقول له معلش خد اعتذار. عايزة فلوس للدرس يا بابا خد يا بنت اعتذار اديه للدرس. عايزة مداس يا بابا خد يا بنت اعتذار البسيه في رجليك. عايزة أكل يا بابا أقول لها خد يا بنت اعتذار اهوت كلي واشبعي. يعني أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه لما هو يعتذر؟ هو ما اعتذرليش أصلا. انتوا يا جماعه شفتوا المحادثه كلها ما حدش اعتذر لي. طيب انا دلوقتي هدفع فلوس من قوت عيالي من عرقي، وطبعا هيجي على حساب عيالي احرمهم من حاجات عشان خاطر ان انا اسد الفلوس ديت. طيب انا دلوقتي لما ادفع الفلوس ديت انا استفدت ايه باعتذارك؟ انت دلوقتي ما بكيتش عليا ولا زعلت عليا ولا عملت حساب ان الراجل اللي جابك ده ما قصرش معاك في حاجه وما زعلكش هيدفع من جيبه في غلط انت اللي عامله. يبقى انت ازاي تصعب عليا وازاي ان انا اقبل اعتذارك؟ اعتذار ما هو الاعتذار ده لازم أن يكون في تصحيح اخطاء. انت مش عايز تصحح خطأ، هي كلمه كده معلش وخلاص بس. يعني ايه اللي انا استفدته دلوقتي؟ ماشي ان شاء الله الموضوع باذن الرحمن ان شاء الله بسيط باذن الله. ماشي ونحاول باذن الله يعني واحنا معاك اهو اللي انت عايزه كله وما فيش مشكله خالص. نختصره ومن التسرع ونركبه ومالكش دعوه باذن الله ان شاء الله واللي انت عايزه ان شاء الله يكون باذن الله ان شاء الله الرحمن باذن الله. ان شاء الله تكون مرضي باذن الرحمن ان شاء الله باذن الله. يلا السلام عليكم. دلوقتي كان معاك مليون ونص متر، كان معاك نص متر غدمه وكان معاك سباقتك مظبوطه، انت ما عرفتش تظبطها والدنيا قدامك فاضيه. يبقى ازاي هتظبطها تاني دلوقتي؟ قلت لك معلش مش هينفع انت تحط ايدك فيه ولا اقول لبابا امبارح انت مش هتحط ايدك فيه، ما ينفعش. انا ما اقدرش افهم جريمه تاني وانت تحط ايدك فيه. تمام؟ وانا قايل الكلام ده قدام امبارح. فما اعرفش انت ما سمعتش الرساله ورديتها على طول ولا انت ما خدتش بالك من الكلام. فحته اللي انت تعملها دي لا دي صعبه.
حته ان هي تظبط الماده ولا ما تظبطش دي بقى بتاعتي انا بقى اكسره انا اشيله. هو يعني كل فتره ان انا بهزر يجي لي بعد بكره وهشوف السيراميك في قلب الشقه. انا والله ما بهزر، والله يا اخي احلف لك عشان تصدق، والله ما بهزر، ولا انا بكتب عشان اخد منك فلوس، ولا في دماغي الكلام ده خالص. انا كلمتي واحده بجد، انا بقول لك فعلا السيراميك هيركب تاني وهنغير الدنيا تاني، وعد عليها كمان يومين ان شاء الله يكون وصل، ولما يوصل اعرفك انه وصل. لكن انت تحط ايدك فيه مع احترامي ليك انت وابو عمر تاني، لا ما ينفعش. لا نقبل ولا اي حد يقبل ولا اي عقل في الدنيا يقول ان الموضوع ده يمشي. ولما جه طلب مني زيادات انا حاولته واديته مره واثنين وثلاثه. دلوقتي كله بيغلطني بيقول ازاي؟ هو في حد بيعمل كده؟ يعني انت تدي الراجل مره زياده ومره واثنين وثلاثه واربعه ليه؟ دلوقتي الناس كلها حسستني ان انا كنت اهبل، كنت عبيط. والناس غلطوني برضه، انت ازاي تخلص نفسك من غير ما تشوف دنيتك الاول وتشوف حاجتك. قلت لهم اصل انا كنت واثق في الراجل، انا واثق فيه وعارف ان انا بعمل راجل مش بعمل عيل لسه مبتدئ في السوق. فانا حتى ما اديله فلوس مش مشكله، حتى لو عايز فلوس غير فلوس وظروف عنده في البيت انا ما عنديش مشكله لو معايا. اما حتى عنده ظروف في البيت احنا كلنا ربنا اللي عالم بينا. هو لما جه امبارح شافني واقف بعفاطه قدامه بقول له انا شغال على دراعي، قلت له امال يعني شغال بايه يعني مش فاهم. ما انت جاي وانت شايفني بعفاطه وبصنصه ويطلع عين اهلي وكلنا شغالين على دراعي. انا مش دكتور يعني ولا مهندس ولا خواجه، ده انا جاي مصلحه عشان تبقى سبب ليا وليك. انت دلوقتي قطعتها ليا وليك، فكلنا عندنا ظروف مش هو لوحده. جنيه المتر وقلت له عندي حمام ومطبخ. لما كانش عندي حاجه هنا شناوي قلت له عندي حمام ومطبخ، يعني مش حاجه قلت له عندي عماره ولما جه حمام ومطبخ لا والله. جه وشاف الشغل وقال لي البلديه هتعلى شويه معلش. قلت له مفيش مشكله، قلت له مفيش بني ادم هيجي هنا ولا هيبص عليك ولا هيجيب لك كوبايه ميه. قال لي يعني مش هتديني اكل كل يوم؟ قلت له مش هديك، احسب حسبتك وقول انت عايز كام. ماشي خد بالك زود مره 5 ورجع تاني قال خلاص يا شيخ انا حسبتها وهتبقى مظبوطه معانا في 45 35. قلت له ماشي مفيش مشكله بقى معانا الاثنين ليك، اهم حاجه الشغل. شويه وقال لي ده اخويا خالد لما اشتغل معايا قال لي ده كده مخسره ومش مخسره، مع اني ماليش دعوه اخو خالد انا متفق معاك انت مالك. اخويا خالد جه وقال لي قلت له انا مخسره ومش مخسره معلش هنفوت 5 جنيه. قلت له والله الكلام اللي انت بتقوله ده كلام رجاله خالص ولا ينفع معايا زبون ولا كلام عامل زي كلام العيال الصغير. لو عيل لسه مبتدئ في السوق ما يعملش الكلام ده تمام. قلت له على العمر يا سيدي مفيش مشكله حاضر. بص بقى يا شيخ اسلمك الشغل وتقول شويه كلمه. الموضوع ده بقى خلاص ظبط لك الدنيا ومحدش يتكلم عشان اسلمك حاجه بقى على الفراغ. ماشي شويه معلش يا شيخ 5 ودي اخر حاجه بقى ظبط لك الدنيا. في واحد كده وصلنا كمان مع خالد 20 جنيه زياده. في حد في الدنيا يعمل معاك كده؟ عمرك دخلت على الفيسبوك وتقعد تزود عليه كده ويمشي معاك كده ويقول لك ماشي 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 ومش بنيمك؟ لا ده انا ماشي وبنفذ يعني بخلص لك فعلا، مش ان انا بنيمك لحد ما استلم شغل ولا حاجه، لا ده بالعكس ده انت اللي نيمتني. ماشي طيب كده احنا زودنا 20 جنيه 20 جنيه في 120 متر يعملوا 2400 جنيه. ترجع تاني تقول لي في 300 جنيه شاي وسكر يبقى كده 2700 جنيه زياده. ماشي طب انا قايل لك في الاول مفيش بني ادم هيبص عليك ولا يجيب لك كوبايه ميه، لكن انت تاخد مني شاي وسكر تاني ولما تاخد مني تقول لي 300 جنيه عدتها لك وقلت ماشي مفيش مشكله. الراجل مثلا يمكن اتظلم في حاجه او يمكن عايز يعوضها في حاجه خلاص هو حر، يمكن هو يقبل على نفسه مفيش مشكله. وهاويت كل اللي بهاوت كده هو في سبيل ان انا استلم حاجه نظيفه. اجي في الاخر الاقي المنظر ده. انت بتتكلم كده عشان انت ما شفتش حاجه، هو شاف المنظر هو عارف الدنيا فيها ايه. ماشي يبقى دلوقتي خلصت الكلام يا معلم خالد عشان ما اظلموش. الزياده اللي هو زودها مقابل ان انا استلم شغل ما يكونش فيه غلطه اللي هي ال 20 جنيه في 120 متر او 118 متر تعمل 2400 جنيه خدها. انا بقى اجيب انا بقى اجيبه بجنيه اجيبه ب50 اجيبه بنص اجيبه ب1000 دي بتاعتي انا تمام. هل انا كده ظلمه؟ وانا امبارح قلت له الكلام ده قلت له انا ظلمك؟ قال لا بس انا معيش. قلت له انا ماليش ذنب استلف اتصرف. انت ما جيتش طلبت فلوس مره وقلت لك انا معيش. بل بالعكس انا ما كنتش بخليك تطلب اصلا، انا اللي كنت باجي لك واقول لك تعالى خد فلوس. تمام يا معلم خالد ده كده خلصنا الكلام. شايف بقى ان انا ظلمه في الكلام اللي انا بقوله ده؟ يبقى الكلام زي ما انا قلت لك تيجي ناس من بلدك من هنا لاي حته وتحكم ما بيني وما بينك وبيني وبينكم ربنا واللي يحكموا بيه يا عم انا موافق عليه. حكموا عليا ب100,000 حكموا عليا ب1000 ما حكموش عليا بحاجه انا تحت رجليكم تمام. الكلام ده يزعل حد؟ ما يزعلش حد. انا ما صعبتش عليه يبقى هو ما صعبش عليه. هو ما شافنيش ولا ده ظروفي جه بكل بساطه قال لك انا معيش فلوس وهو ده اللي عندي تيجي بسببك اركبه لك وخلاص ما عنديش حاجه غير كده. انا ما صعبتش عليك يبقى انت ما تصعبش عليا. طالما ما بكيتش عليا انا كمان ما بكيتش عليك. ده اللي عندي. دي كده خلصت الكلام على خالد. وكده يا جماعة زي ما انتم سمعتوا المحادثة كلها حبيت اسرعها لكم واوصل لكم اللي حصل بالنص عشان لو انا حكيت ممكن ازود في حاجة او انقص في حاجة. لا انا جايب لكم اللي دار بيني وبين الراجل بكل امانة وكل صدق وانتوا بقى قولوا رأيكم.
قولوا حكمكم. يعني في الاخر ولا عايز يجيب فلوس ولا عايز يقعد في وسط الرجاله، بيقول انا مش هقعد في وسط الرجاله. ماشي. قلت له يعني انت مثلا عيل، يعني ايه مش هتقعد في وسط الرجاله؟ المفروض ان انت راجل شغلك سليم وكل حاجه عندك سليمه، اقعد واحط صبع في عين التخين لو انا شغلي سليم. لا انا مش هقعد في وسط الرجاله. قلت له يعني انت عيل؟ قال لي اه انا عيل، واللي انت عايز تعمله اعمله. تمام. يعني الراجل بقى خلاص هنا بقى بيبلطج عليا وبيقول لي انا ماسك نفسي وانا ممكن انت ما تعرفنيش في شري. يعني بيهددني كمان، بيقول لي انت ما تعرفنيش في شري وانت ما تعرفنيش وانت. طب والله كلام زي الفل، ده حاجه حلوه خالص يعني. يعني هنا بقى انت بنت على حقيقتك ان انت راجل قليل ادب. اما تيجي تقول لي كده في الاخر يبقى انت راجل قليل ادب. وقله الادب لكل فعل رد فعل. بس انا لما هقل ادبي معاك مش هقل ادبي بالكلام، هقل ادبي بالفعل. لازم لكل فعل هيبقى فيه رد فعل. فعلى العموم ده اللي حصل اهوت يا جماعه، وانتوا شفتوا الكلام اللي حصل وشفتوا الدنيا كلها. واحكموا انتوا واكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في اللي حصل ده. ان انا دلوقتي هدفع من عرقي ومن قوت عيالي عشان خاطر اسلم العميل الحاجه اللي انا اكون مرضى عنها واكون نايم وانا مستريح. ما اكونش نايم وانا حاسس بذنب ان انا ظالم حد او ان انا خنت الامانه او ان انا مش قد الامانه.